البطولة التي عادت إلى خزائن مدريد. الكلمة ستنتقل بعد لحظات لمحمد خاتم ولأحمد عفيفي ولعبيد الله العيسي، ومن أرضية الملعب خالد العرف. شكرا لبلال علام. هذا مدريد يتوج، يرفع الكأس المفتقدة عن دولابه منذ 8 إلى 9 مواسم من العام 2014 لا يحصل عليها. أوساسونا طبعا يحتفلون أيضا بالمركز الثاني، وكما قال أحمد عفيفي عبيد الله العيسى هو منجز في النهاية لأوساسونا. العجيب أن هذه المنصة الشرفية التي يقف عليها المدريديون يرفعون الكأس فيها بنزيما يرفع الكأس، ولو تلاحظ الصورة فقط فيها أكثر من قائد. لو رفع مودريتش هو قائد، لو رفع كروس أيضا نفس الفكرة. الأسبان كذلك كورتوا وكارفاخال وناتشو يليق بهم أن يرفعوا الكأس كقادة. هذه قيمة كبرى كابتن أحمد عفيفي كابتن عبيد الله العيسى فيما يتعلق بقصة أن ريال مدريد يضم الأخرى من اللاعبين بهذه القيمة، بقيمة مودريتش، بقيمة كروس، بقيمة كورتوا، بالألابا أيضا، وفي المقابل أيضا شبان فينيسيوس، تتحدث عن أسينسيو، تتحدث عن رودريجو بطل هذه الليلة. في الفريق الحالي لريال مدريد 3 من اللي كانوا موجودين في نهاية 2014 مع كارلو أنشيلوتي، تتكلم عن كارفاخال، مودريتش، وكريم بنزيما. اليوم بتتويج ريال مدريد ببطولة كأس الملك صار عندنا لاعبين لأول مرة في التاريخ فازوا بكل البطولات الممكنة على مستوى الأندية في ناديين مختلفين، ألابا وتوني كروس في بايرن ميونخ في ريال مدريد. تتكلم عن أسماء كبيرة. تقصد حصلوا على الدوري في ألمانيا وفي إسبانيا، حصلوا على الكاس في إسبانيا وألمانيا، حصلوا على الشامبيونز ليج وكأس العالم للأندية وكذلك السوبر الأوروبي. بالضبط. كل البطولات الست الممكنة اللي ممكن صحيح. اللاعب ينافس عليها على مستوى الأندية فازوا بها في بايرن ميونخ وفي ريال مدريد. تتكلم عن عدد كبير من لاعبي الخبرة. المهم في ريال مدريد إنه هذه الخبرات جالسة